والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنعمل بقى النهاردة هنعمل تورتة في 10 دقايق بدون بقى فرن ولا بيض، ولا هنحتاج كمان ادوات، في منتهى السهولة. اول حاجة جبت هنا طبق غويط كده وحطيت فيه اكياس اللي هي اكياس التلاجة. لو عندك برضو ستريتش ممكن تحطي فيها بدل الاكياس، فمكانش عندي فحطيت اكياس. بعد كده هنحتاج كده نوع فاكهة، يعني الأحسن يكون الفراولة، لأن هو انت يادوب هتقطعها شرايح فهتعمل شكل حلو. بس أنا ملقتش فراولة فعملت مانجا. حاولت ان انا اجيب اللي هو شكل القلب الصغنن ده في القطاعات، واعمل المانجا كده ايه شكل قلوب. هبدأ بقى ارصها كده على الكيس اللي احنا عملناه جنب بعض. حاولي ما تسيبيش فيه فراغات، يعني الفاكهة اللي انت هترصيها تبقى جنب بعض اوي، ما تعملش فيها فراغات. تمام، رصيتها كلها يعني من حوالين الطبق كله. وبعد كده هنجيب بقى اللي هو كيس اللي هو دريم، او اللي هي عبوة التوفير ده، حلو قوي عن الاكياس الصغيرة. يعني بدل ما اجيب مثلا كذا كيس، ده كيس ده عمل لي كمية حلوة قوي، يعني كفة وفاض. استخدمت عليها 1.5 كوباية من اللبن البارد، او ممكن تستخدمي مية. هنقعد نضرب طبعا لغاية اما يعمل فوم كده فوق، يعني وانتي بتطلعي المضرب كده هتلاقيه عمل بوس كده، تعرفي ان كده اتمسكت وبقت حلوة. همسك الكريمة كده زي ما انتوا شايفين، يعني امشيها على الفاكهة كلها، هتتمشى بكل سهولة، والفاكهة مش هتقع ولا اي حاجة ان شاء الله. بعد كده هنجيب بقى كيكة كده فانيليا. ممكن تجيبي الكيكة اللي هي الجاهزة من الهايبر مثلا او سوبر ماركت، وممكن تجيبي مثلا او تعمليها في البيت. انا عملتها في البيت، عملت لهم صينية كده، وعملت دي صينية كده مخصوص للتورتة دي من قبلها بيوم، يعني بيتها في التلاجة كده يوم. كل لما الكيكة دي تبات كل ما بتبقى احسن، لان هي التورتة حلاوتها وهي بايتة. تمام، بقوم بقى حطاها كده نصها كده الاول، وبعد كده اقوم حاطه كريم شانتيه عليها تاني. وجبت معلقه كده من مربى الفراوله، قلبتها في الكريمه دي. التركه دي بتخليها زي التورته بالظبط. مش هتفرق، مش هتحسوا بيها، مش هتتأذى، بس بتدي تيست كده ايه حلو، تيست التورته. وبعد كده اقوم راح حاطه باقي الكيكه تاني فوقيه، واحط تاني طبقه من الكريمه. وفي الاخر لو عايزه تحطي طبقه فاكهه كمان حطي. انا خلاص كانت معادش عندي مانجا فاستكفيت بكده وقلت خلاص. وبعد كده قعدت بقى ازود بقى كريمه، ازود كريمه، بس في الشكل مش هتطلع مظبوطه لما تزودي كريمه. خلي الكريمه مستوى الفاكهه بالظبط. تمام، هقوم راح حاطه عليها كده كيس، واقوم راح حطها في التلاجة لمده اقل حاجه 3 ساعات. هشيل بقى كده الكيس، واقوم رايحه حاطه الطبق عليها وقلبها. حطيها مظبوط، وبعد كده اقلبي. شيلي بقى الطبق وشيلي الاكياس، وهيطلع بقى الشكل معاكي مظبوط وشكلها تحفه. بعد كده ممكن تزينيها بقى ايه بكريم شانتيه اللي هو الكيس ده، بس مكانش عندي، حاولت على قد ما اقدر ان انا ازينها. وممكن تسيبيها كده، واما تيجي تقطعيها قطعيها بسكينه اللي هي مشرشره كده، عشان الفاكهه تتقطع معاكي بسهوله وتطلع قطع مظبوطه. بس كده، وكده خلصت الفيديو بتاع النهارده. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك وكومنت كده حلو. وفي اخر الكلام هقول سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. متنسوناش من الدعاء، وفي حفظ الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.